الأرجنتين بداية جديدة وحلم جديد وأرض جديدة وجزمة جديدة وبنطلون جديد وقميص جديد، علشان يبدأ علام أبو حفيظة حياة جديدة في الأرجنتين. أول حاجة عملها أبويا وأمي أول ما وصلوا الأرجنتين إنهم غيروا اسم أبويا من علام أبو حفيظة لدييجو أرماندو أبو حفيظة، وبدأوا يعيشوا حياة مستقرة جدا وكانوا شديدي الاحترام لبعض. لما بيتغير المكان بيتغير الإنسان، ولا الظروف الصعبة هي اللي بتخلي الشجاع يبقى جبان؟ بدأت أمي تعرض اللوحات اللي بترسمها للبيع علشان تصرف على البيت لحد ما الوالد يلاقي شغل ويبطل استنطاع، وطبعا في الآخر كانت اللوحات بتروح للمكان اللي يليق بيها. لما تعيش غريب وسط ناس غريبة بيبقى الغريب انك تستغرب انهم مستغربينك، والأغرب من كده انهم يستغربوا لما يلاقوك مستغرب. الغراب هو أول طائر أبويا رباه هناك، وكان بيتفائل بيه جدا. سبب تفاؤل الوالد بهذا الغراب إنه من ساعة ما جابه وهو عقدة لسانه اتفكت وبقى بربنت في اللغة الأسبانية لغة أهل الأرجنتين، وده سهل عليه كتير في إنه يدور على شغل. هيئة البريد الأرجنتينية أول مكان خطر على بال دييجو أرماندو أبو حفيظة إنه يشتغل فيه، لكن وجود الأسفنج في الأرجنتين واستخدامه في مكاتب البريد هناك لبل الطوابع ولزقها بدد أحلامه في العمل بالهيئة للأبد. وقبل ما ترجع له عقدة الريالة مرة تانية جه قرار الحكومة الأرجنتينية في الوقت المناسب. الحكومة الأرجنتينية ادت للوالد رحمة الله عليه كشك جرايد في السهول الرسوبية في شمال الأرجنتين. وقتها كنا ساكنين في قرية بسيطة في جنوب الأرجنتين، وكان الوالد دايما بيحكي لي انه عشان يفتح الكشك يوم الحد الساعة 7 الصبح كان بيتحرك من قريتنا الخميس بعد الظهر، لأن إيقاع الحياة في الأرجنتين كان سريع بطبعه. لما تبدأ شغل جديد في بلد جديد بنيولوج جديد وتقعد لمدة 3 شهور محدش يعبرك او يشتري منك حاجة، يبقى تفسير ده حاجة من 2 ملهمش تالت: يا اما النحس ساب الدنيا كلها وركز معاك انت بس، يا اما انت بتعمل حاجة غلط. قعد ابويا 3 شهور يرزع المشوار من جنوب الأرجنتين للكشك بتاعه في الشمال. كان كل يوم يرجع ايد ورا وايد في جيبه، ما باعش ولا جورنال في هذه الفترة. وكانت امي في حيرة، ازاي ده يحصل؟ مفيش ارجنتيني يشتري جورنال، والشعب الارجنتيني شعب مثقف جدا. ولكن حيرتها زالت لما عرفنا ان طول الفترة دي كان الوالد بيبيع جرايد الاهرام والاخبار والجمهورية اللي كان جايبهم معاه من مصر. زيها زي اي ست في الدنيا كان حلم إلزا ألبرتو إنها تكون أب، أقصد إنها تكون أم. لكن الحظ لما بيركز مع بني آدم بعينه بيفشول حياته ويطلع عينه. اتأخر حمل أمي 3 سنين بعد ما وصلوا الأرجنتين. في البداية كانوا فاكرين إن تأخر الحمل ده راجع للاحترام الشديد اللي كان بينهم، ولكن طول الفترة دي أمي ما فقدتش الأمل إنها تخلف. وقتها كانت متابعة مع أشهر دكتور سنان في ذلك الوقت، دكتور بيتر بلوتوس. يا دكتور، لم يكن هناك سبب واضح لتأخر حمل السيدة إليزا ألبرتو. من خلال متابعتي للتحاليل الدورية التي أجريتها لها على مدار 3 سنوات، وكانت حالتها النفسية تزداد سوءا يوما بعد يوم، فلم يكن هناك أي سبب علمي لتأخر الحمل. يوم 5 يونيو سنة 1960 دخلت أمي المستشفى في حالة وضع، وكان الوضع ما يطمنش لأن الولادة كانت متعثرة. أمي كانت بتصرخ صراخ المصريين يوم خروجهم من كاس القارات. ممرضة واقفة على يمينها عمالة تقول لها ستو سيتو نيموري، ستو سيتو نيموري، يعني عضي في المخدة يا أمي. ممرضة واقفة على شمالها بتقول لها جيجراماتوسو ليمبرو،
جيجراماتوسو لمبرو، يعني ساعد عيلك يا أختي. أول ما دخل الدكتور سألهم سيتاسيتو بكرينوسي، يعني هو ده البكري، وأمي على صرخة واحدة بارباكوري كوالوري بارباكولي كوالوري، يعني مية سخنة يا كلاب. بارباكوري كوالوري، جملة فضلت تتردد على لسان كل اللي في المستشفى في اليوم ده لحد ما جت ساعة الصفر. في الشهور الأخيرة من الحمل نجري إشاعة سونار على رحم الأم الحامل تعرف بال4D، وهي عبارة عن إشاعة تصور بالفيديو وضع الجنين ومعرفة إن كان هناك أي نوع من التشوهات في الجنين. ولكن يوم الولادة أجرينا هذه الإشاعة للسيدة إليزا ألبرتو، رأينا نوع آخر لم نكن نعرفه من التشوه يخفي وراءه جسم آخر، وكانت العلاقة بين الجسمين مضطربة منذ اللحظة الأولى. أنا أتذكر إن أمي كانت بتحكي لي إن قطر الرحم وصل ل1.40 سنتي ساعة الطلقة علشان تنزلني، وأول ما الساعة جت 8:11 اتزفلطت للدنيا، بس ما كنتش لوحدي، كان معايا توأمي ماركو أبو حفيظة. على مر الأزمنة بتحصل أحداث بتأثر في العالم وبتجبره إن يقسم التاريخ لمرحلتين، مرحلة ما قبل الحدث ده ومرحلة ما بعده. وفي يوم 5 يونيو سنة 1960 وتحديدا الساعة 8:11 وقف الزمن علشان يسجل حدث مش عادي، لأن اتولد فيه شخص مش عادي في ظروف مش عادية، شخص هيقدر يغير من معالم خريطة الإنسانية. في 5 يونيو 1960 اتولد سيد أبو حفيظة. الكابوس يما الكابوس مصري وجدع جدا، عارفينه أصلا عن جدا، لا حلته مال ولا فلوس، وفي حب مصر بلده مهووس. الكابوس يما الكابوس لا في خيار ولا فاقوس، عارف في ايه جوه النفوس، وحالف لا يدي دروس، بس اما يقوم من ده الكابوس. الكابوس يما أنا أبو حفيظة نجم كبير، شايل هموم وهمومكوا كتير، وما تضحكوش ده الوضع خطير.